الرحمن الرحيم. السلام الأحباب، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا كاع لاباس. وسمحوا لي على هذه الغيبه، طولت عليكم بزاف. كنت باغيه نحبس وبصح طلبوا مني بزاف متابعين ومحبي يقين. ما بغيتش نرجعهم في هذا الطلب. دعموني بالقوه ان شاء الله باش نتحمس ونخدم على القناه تاعي ونمد اكثر. باش ما نلقاش هذاك الفشل كي نشوف الناس ماهيش متبعتني والدعم ما كانش. حاجه باينه نفشل. بصح ان شاء الله هذه الخطره دخلت في شهر المبارك، شهر ان شاء الله داخله علينا بالصحه والعافيه وطولة العمر الكل من اللي بقينا، وان شاء الله كاع اللي يتبعنا ان شاء الله. ونطلبوا لاخواننا ان شاء الله نطلبوا لهم في صلاتنا وفي صيامنا، نطلبوا من هذا المنبر اخواننا في غزه ان شاء الله يكسر شوكه هذا اليهود والنصارى، يبعدهم عليهم ان شاء الله ويكون لهم ولا يكون عليهم ان شاء الله. وهما اخواننا هم مبتالين. بصح الحمد لله ربي يبتلي قوم حتى يعرف السر تاعه، هو يعرف وين تاي ان شاء الله يرفد عليهم هذه الغبينه ان شاء الله. في هذه الوصفه ان شاء الله راني باغيه نوريكم طريقه تاع الشحم. وهذا الشحم بزاف تحقوا في هذا الشهر في بلاصه الزيت، غير ما تستعملي الزيت. تعرفي الشحم حاجه طبيعيه وما نكثروش ثاني منه باش ما يجيش قاوي في الشوربه تاعنا ولا في الحريره ولا في الفريك. كل واحده واش تبغي تفضل في هذا الشهر واش دير. المهم هذه الوصفه طلبتها مني متابعه ان شاء الله تكون تسمع فيا، راني لبيت لها الوصفه هذه. الشحم تاع الكلوه نخيروا شحم تاع الكلوه يجي شويه غليظ، ماهوش كيما هذاك تاع الرده كيما نقولوا هذاك. نقلعوه نقوه نقلعوا منه واحد، يجي كي واحد الساشيات فيه وهذا الخيوط وهذاك العروق وكلشي نقوه المهم مليح. ونجيبوا الراشوار غنية على التعريف، كاع الناس راه يكون عندها في ديارها. واللي ما عندهاش الراشوار ترجع الحاجه الطبيعيه اللي كنا نديروها زمان وكانوا يديروها ماتنا والاجداد تاعنا، وهي الرزامه والمهراز. تدق الشحم تاعها عادي كيما هاك ترداه وهي في الراشوار تعاون خير. خرجه لك مليح وتخرجه لك كيف خير ما تعير روحك. راه الحمد لله دوك راه كلشي كاين وراهم بحاجه رخيصه ماهمش غاليين. نجيبوا لي زيبيس، نديروا حب الكحله ونديروا راس الحانوت ونديروا السكينجبير. المهم نكههم بالعطور بهذا لي زيبيس اللي عندنا. نديروا كاع شويه شويه وهو اللي مليح باش ما يفسد ليناش وما يخسرش. ديروا فيه الفلفل هذا الاحمر، هذا الحرور الاحمر اليابس راه يتباع عند العطارين وكاين اللي يخدمه وحده في الدار. وبهذه المناسبه طلبت مني وحده تشكيله تاع راس الحانوت. نكون نلقى الدعم مليح في القناه ان شاء الله نعطيه لها. وجبته من عند واحد العطار عطاني هذا السر ويجي راس الحانوت كما ينبغي. طلبوه مني بزاف عفوا متابعات. وكنت نحوس قبل عليه، عطاه لي واحد كتر خيره. نطلبوا له ان شاء الله الرزق والعافيه، ما بخلاش عليا. طلبته منه وقال لي بحال مده لي ان شاء الله، وانا ثاني نمده لكم تكون صدقه جاريه عليه وعليا ان شاء الله. ايوا نبدو هذه الطريقه تاع الشحم. نديرو كما قلنا راس الحانوت، نديرو كما هكا، نديرو غير شويه. هذا راس الحانوت اللي خدمته انا خدمته وحدي في الدار. دوك من بعد نوريكم الطريقه. ريحته كما يقول لك تعبق في المطبخ، تكون ريحته كي تحلي هذه تاع لي زيبيس ولا تشمي ريحته علامه. ما عندي ما نقول فيها سكينجبير. كثروا له الاخر الحرور باش ما يخسرش وما يطلقش هذيك الريحه الغاويه تاعه. وديروا كيما هكا خلطوه مليح. الملح انا ما خاطر درت فيه شويه قبل لا نخدمه نطحنه كيما هاك. درت شويه باش ديروا حسابه ثاني كي تبغوا طيبوا به ما تكثروش الملح ثاني هو يكون فيه. انا درته قبل. ديروا على حساب كيما هاك على نظر عينيكم، المهم باش ما يخسرش ليكم. وصاي انا درت اللحم حاجه عفوا درت الملح حاجه قليله. ونديروه كيما هكا، نديروه كعابيش ولا كيما يقول لك هكا، ولا ديروه خلوه كيما هكا ورفدوه بالمغرف ولا. المهم طريقتي انا هذه هي.
هذا درت له كيما هكا، درت له لي زيبيس، وهذا درت له الكركم والزعفران زدته اضافه باش هذا نطيب به. كنت نطيب به المردود ونطيب به طعام كيما هكا نعاون به وما نديرش في بلاصته في بلاصه نديره هو وما نديرش بلاصه الزيت. وهذا خليته كيما هكا، هذا راني نخدم فيه الحريره، خاطر تعرفوا الحريره نديروا لها لي زيبيس كاع من بعد وكل شيء، ما بغيتش نكثر فيها كثر فيه لي زيبيس. نديروه كيما هكا كعابيش، ونديروه في بواط ولا في حاجه، ونديروه فيه كيما قلت لكم نقيسو فيه كيما هكا الجويه تاع الحرور باش ما يدخلهش الريحه، ما يصوف ليناش، ما يخسرش، يقعد كيما هو. انا هذه الطريقه راني معتمدتها شحال من عام نديرها. وكاين ثاني طريقه واحده اخرى، تذوبيه كاع، تنقصي عليه، ديريه في حاجه ثقيله طاجين ولا، وتذوبيه مليح وتسديه كيما في صفايه ولا في كسكاس ولا في حاجه، ونديروه في بول ولا في حاجه ونخلوه نحضر نستعملوا فيه، نديروه نجمو كيما هذاك، ما نديروه لا في فريجيدير لا والو، نديروه خير على برا في المطبخ راكي مطيباته ديجا ما يخسر ما والو. اما بالنسبه لهذا انا ندخله في الفريجيدير، كي يكون عندك المطبخ بارد والله ديريه ثاني انتي وين. المهم هاد الحوايج نتوما تعرفولها. هذه هي، نكملوا كاع الكميه اللي عندنا بهذه الطريقه، كملوا كيما هاك. هنا نديروا الفطور، انا نديروا فيه شويه مردود، راكم عارفين شعبان دائما نختموه بمريديده. ان شاء الله الوصفه تاع المردود نعاودها معكم، اللي دايرتها 2 خطرات في القناه، اللي متابعيني من الاول يعرفوني، يعرفوا باللي دايرتها. وان شاء الله هادو جدد نعاودها معاهم، حتى في طريقه كي يديروا يفتلوه وكي يديروا. هذا راني دايرته في الدار، تفتليه يولي على حبه وحده، يجيش وحده هاك وحده هاك. راني دايره خادمته هنا في الدار، بعد نوريكم ان شاء الله نعاودوه مور العيد، نعاوده الطريقه من الفتيل للطياب لكل شيء. هذا هو الشحم رانا كملناه. كل وحده ديرها بطريقه اللي تبغي ديره كويرات، تبغي تخليه في بيدو كيما هكا ولا بواط، ولا تبغي ثاني ديره في ساشيات كونجيلاسيون وديره في الكونجيلاتور، كل وحده. هذا المهم انا عطيتكم المبدأ كيما قلت لكم، كل خطره راني نقولها لكم وانتم من بعد ترجع عندكم طريقه الاحتفاظ به. بغيتي ديريها في الفريجيدير، بغيتي ديروها في الكونجيلاتور، كل وحده. المهم هذا يجي في الفريجيدير، واللي نطيبوه كيما خبرتكم ثاني نعاود ندير لكم الطريقه ان شاء الله تاعه في فيديوهات ان شاء الله قادمه. هذاك ديروه تبقوا تخلوه غير في المطبخ، المهم في بلاصه بارده ما يخسر ما والو، ديجا راه الشحم طايب ودايرين له لي زيبيس تاوعه باش ما يخسروش. بالنسبه كيما قلت لكم راهم كاينين وصفات بزاف، حمسوني بالدعم نتوما والكومونتير، وانا عليكم ان شاء الله، انا عليا ان شاء الله بالوصفات وباسرار، كاين بزاف اسرار راني جايبتها، تعلمتها من ناس ثاني كيما نقولوا عندهم خبره اكثر مني انا. وان شاء الله نتقاسموا كل الحوايج، الوصفات، الحوايج المليحه اللي تفيدنا، وان شاء الله يجمعنا غير في الخير ان شاء الله، ويجمعنا غير في اللمه المليحه، وان شاء الله نجتمعوا غير في الدين في الوصفات المحدوده. انا ما نبغيش ندخل في حوايج كيما نقولوا حوايج بزاف. كاين اخوات جاوا طرحوا عليا مشاكل تاعهم، اسمحوا لي انا ما نبغيش ندخل في هذه الحوايج ولا ندخل في امور خاطيتني. انا سقسيني على الوصفات تاعي، سقسيني على امور خاصه بالطبخ ولا خاصه بالحلويات ولا خاصه بهذا المجال تاعي، مرحبا بك. بصح باش تدخلي لي في حوايج واحده اخرى، انا الله غالب ما نبغيش ندخل في هذه الحوايج. انا بزاف الناس اللي تعرفني حدي حد روحي، ما نبغيش ندخل في امور العائليه ولا ندخل في امور ماهيش تاعي والله سبحان الله. هذه القناة راني ندير فيها حوايج اللي نتأجر عليها وحوايج صدقات جارية، بزاف داو الوصفات تاوعي وبزاف خدموا بسوا الحوايج اللي داوها مني، والحمد لله راني نفتخر. ان شاء الله تكون لي صدقة جارية، وتكون ان شاء الله
في الميزان الحسنات ليا، واللي تعلمت منهم واللي علموني واللي ديت منهم وداو مني، وهذه هي الدنيا كاع نتعلموا من بعضنا. سلام، ان شاء الله ما نكونش كثرت عليكم الهضره بزاف.